السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخوان، في خبر اليوم كان رقم واحد في العالم كله، اللي هو محاولة اغتيال الرئيس الإيراني. تمام. طيب، ما هي حقيقة اغتيال الرئيس الإيراني؟ مبدئيا كل الصحف العالمية والعربية والدولية والسياسية والدبلوماسية كلها بتقول لك هي هبوط طيارة بس، لا أكثر ولا أقل. يعني لا في محاولة اغتيال، ولا في واحد متجرئ ومسويها، ولا في واحد يعني فاهم كيف؟ أبدا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الموضوع ما فيه هم كانوا 3 طيارات. بعد هاي تصريحات إيران، يعني قالت لك كنا 3 طيارات، واحدة من الطيارات سقطت بسبب الأحوال الجوية والطقس، وراح أحط لكم فيديو وأنتوا قرروا بكيفكم تصدقوا ولا لا. تمام. طيب، بعدها مين طلع لنا على التويتر؟ مين؟ مين؟ أصدمك؟ إيدي كوهين طلع بيقول لك كبروا يا عرب، نكبر عليك إن شاء الله، الله أكبر عليك أنت وأشكالك. إيه ولك أنت إيش دخلك في الموضوع؟ ولك إيش دخل ولك إيدي كوهين، أنت إيش دخلك في الموضوع يا معفن يا مزجمط؟ أنت شو دخلك في السالفة؟ أنت مش قاعد بتحارب على أساس وكذا وهيك؟ إيش صرنا نطلع عن المسار ونروح في القطار؟ إيه جوك؟ حلو. طيب تعال معي. خلصنا من موضوع ايدي الكلب. بيطلعوا لك صهاينة العرب. الحمد لله، الله اكبر كلهم عند ايدي كوين. هسه اي واحد تلاقيه شمتان بقول لك حرام في ديننا، حرام الشماتة في المسلم وهيك. بعدين بتلاقيه عادي رايح عند ايدي كوين، عمو ايدي ممكن اتشمت؟ تفضل عمو كندرة. هيك عادي، الحياة ايزي يا عزيزي. يعني هذول الكائنات غريبين قسما بالله العلي العظيم. مبدئيا الأخبار الأولية أنه ما كان في اغتيال، هذا رقم واحد، فالخبر كاذب. رقم اثنين، أنه الرئيس الإيراني ما في ولا أي شيء. بس حبيت أوضح لكم الصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.